السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا زي ما انت شفت في الاول في العنوان، هنتكلم النهارده عن الجواز. انا بالنسبه لي يمكن ده اهم فيديو انا هتكلم فيه. يمكن اصلا اهم فيديو ممكن تشوفه عن واحد يتكلم مثلا عن الجواز. كل الناس اللي بتتكلم عن الجواز يا اما بتقول لك والله اختار كويس، يا اما بتقول لك مش عارف اتجوز بدري، مش عارف اتجوز متاخر، مش عارف تأنى في الاختيار كده. انا النهارده جاي اقول لك نقط ممكن محدش اصلا خد باله منها، محدش شافها قبل كده، او محدش ركز فيها اصلا. بس هي نقط مهمه. ممكن هي نقط اصلا هي ممكن اللي بتكون تعمل مشاكل كتير. ممكن نقط تبوظ الجواز كله وتخليك اصلا ضايع ويحصل طلاق لا قدر الله وكده. طيب، اول حاجه طبعا الجواز ده مطلب جماهيري من كل الشباب، وانا اول واحد. ليه ما نتجوزش يا عم؟ سهله وبسيطه، كلها كم قرش ونتجوز. بس يعني بس لا، الفكرة مش فلوسه بس، وانا هوضح لك الفكرة دي النهاردة. خلينا الاول نتكلم، يعني اوضح لك الفيديو يمشي ازاي. اول حاجة احنا عندنا نقطتين، سؤالين مهمين جدا. هل انت اصلا جاهز للجواز؟ دي اول نقطة. حلو حلو. تاني نقطة، هل انت فعلا عايز تتجوز؟ فاهم قصدي؟ يعني اول واحدة، هل انت جاهز للجواز؟ تاني نقطة، انت فعلا عايز تتجوز؟ طب لو مثلا وليه عايز تتجوز؟ فاهم كده؟ يلا نبدأ بأول نقطة. يلا بينا. أول نقطة، هل أنت فعلا جاهز للجواز؟ أول نقطة دي أنا مش هتكلم فيها. أنت فكرك دلوقتي مثلا رحت الفلوس بس. لا، أنا مش هتكلم فيها أنا هتكلم فيها عن الفلوس. هتكلم فيها عن اجتماعيا، هتكلم فيها عن نفسيا، هتكلم فيها عن جوانب كتير. أول حاجة الفلوس. بالنسبة لناس كتير إن الجواز خلاص هو الفلوس، الفلوس موجودة يلا نتجوز، مش عارف إيه بتاع. هو اصعب نقطه يعني في الجواز ان هي الفلوس، بس انا حابب اقول لك ان لا، ال- الفلوس في الجواز دي هي اسهل نقطه اصلا، بل نقطه يمكن مش مهمه. ليه؟ هقول لك ببساطه. دلوقتي خليني بس اوضح لك في طريقتين في الجواز في مصر. دي يعني مش هتهمك قوي لو انت بره مصر، بس يعني خليني اوضح لك بسرعه عشان هشرح الاثنين. اول نقطه ان جواز اسلامي، ان هو انت ده ممكن اللي هو منتشر في الدول العربيه كلها، ان هو العريس بيجيب كل حاجه وبيدفع مهر وبس. حلو حلو. طيب، الجواز عندنا في مصر عشان مثلا الدنيا مش احسن حاجه، فبيعملوا ايه؟ بيقسموا مثلا العريس هيجيب حاجات والعروسه هتجيب حاجات، وبيبقى فيه ذهب والكلام ده طبعا كل عادي طبيعي. بس بتدفع وبتكتب حاجه اسمها قايمه. القايمه دي بتبقى الحاجات اللي جابتها العروسه ومع شويه حاجات جابها العريس. ما اعرفش ليه هي كده، ما تسالنيش ليه هم كده، هو هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. طيب، اول حاجه هقول لك مثلا لو جينا نتكلم في الجواز الاسلامي، فمثلا انت دلوقتي عندك 19 سنه 20 سنه، عايز تتجوز جواز اسلامي. ازاي؟ اكيد ابوك اللي هيجوزك، مش محتاجه فقاقه يعني، او انت مثلا ربنا كرمك شغال شغلانه فبتجيب منها فلوس. حلو حلو. خلينا نقول، خلينا برضو اقول لك حاجه مهمه، ان انا بتكلم دلوقتي البيز اللي هو خلاص انا بتكلم. عشان مثلا لما تسمع الارقام الجايه تقول لي لا ده مفيش الكلام ده، انا بتكلم على البيز، بيز خالص، بص الصفر. فاهم؟ فاهم. طيب نيجي نقول مثلا انت يا عم هتيجي تتجوز، هنقول مثلا هتأجر شقه. تأجر شقه في حدود مثلا 3000 جنيه. ما هو مفيش 3000 جنيه دلوقتي مثلا، او في بس لو قوي. 3000 جنيه في الشهر، 3 في 12 عاملين كام؟ 36,000 جنيه. حلو حلو. ليه في السنه؟ انا بقول لك خلاص انت بتبقى انت خلاص ضامن حياتك في سنه مثلا. فاهم؟ مثلا هتيجي مثلا تكتب مش عارف تجيب اقل حاجه ذهب، قول يا عم 30,000 زيهم. مش عارف هتيجي مثلا عفش، ولازم انه نقول هتتجوز اسلام فهتجيب كل حاجه، قول مثلا عفش كله بقى، قول يا عم 200,000 زيهم. قول هتعمل فرح هتضيق، مش مهم كتير، مش هيكلفك مثلا 10,000.
بنخلص الليله يعني. المهم الجواز هيكلفك مثلا من 200 او من 200 ل 300، او قول من 150,000 ل 300,000. هقول لك مبلغ مش كبير، مبلغ مش كبير، هو يعني شويه بس فاهم، يتجاب يعني. طيب ده انت محتاجه عشان الجواز. حلو حلو. طيب مثلا لو جيت تتجوز وبرضه نفس الطريقه، لو انت مثلا هتكتب قايمه او كده، فهو الجواز هيبقى برضه في نفس الحدود دي، برضه من 200 ل 300، ممكن يزيد شويه ممكن يقل شويه عادي يعني. فهو دي ايه، دي الفكره بتاعت الجواز. حلو حلو. وعلى فكره اللي انا برضه هقوله لك ان انت ممكن تتجوز ب 50,000 جنيه. انا شفت، انا بقول لك ده البيز لاين اللي هو ال 200 ده. ده ممكن ده نقول اصلا ده مش البيز لاين، ده الطبيعي مثلا او المتوسط. ممكن انت تتجوز اصلا ب 50,000 جنيه. ازاي؟ انت مثلا لو عندك اوضه في بيت اهلك، مش عارف ايه، بس دي الحالات دي اللي هو بيبقى يعني اللي هو خلاص انتوا الاثنين صغيرين، وابوك بيشيل شويه وهو بيشيل شويه وكده، بس هل انت هتقبل تعيش الحياه دي؟ دي الفكره. الفكره مش في الفلوس. انت ممكن، بقول لك انت ممكن تتجوز ب 50,000 جنيه. انا جيت بص وصلتها لك من مثلا من 300,000 ل 50,000. بس الفكره انت هتقبل تعيش في الحاله دي؟ طبعا بقى مفيش خروجات، مفيش مش عارف ايه بتاع. هتقبل انت تعيش في كده ولا لا؟ ده اول حاجه. طيب نتكلم عن ايه تاني؟ خلصنا ناحيه الفلوس. انا برضه حاسس ان انا كروت ناحيه الفلوس قوي، لان انا بقول لك هي بجد مش النقطه المهمه المحوريه في الفيديو. هي نقطه، هي اقل حاجه في الجواز اصلا اللي هو الفلوس، لان اي حد هيقدر يجيب الفلوس. طيب تاني حاجه هنتكلم عن هنتكلم عن الناحيه الاجتماعيه. ازاي الناحيه الاجتماعيه، او ايه انا فكري من الناحيه الاجتماعيه اللي انا بقول لك النقطه الاجتماعيه مثلا نتكلم فيها. انت دلوقتي مثلا فرضا عايش في مستوى معين، اللي هو قول ان انت عايش مثلا يا عم في التجمع، وهي عايشه مثلا في منطقه شعبيه او العكس. فهتلاقي في هيحصل جاب بينكم، ان هو انت مش عارف اللي هو، خلينا اترجم جاب بالعربي. هيحصل زي ايه كده، في فرق بينكم، هيحصل في فرق بينكم. مش عارفين تتعاملوا مع بعض. هي مثلا بتتعامل بطريقه مع المحيط بتاعها، انت تتعامل بطريقه هي مش متعوده على الطريقه دي، او انت مش متعود على الطريقه دي. مش هتعرفوا تتعاملوا مع اهل بعض، فاهم؟ ما تقوليش مثلا لا مش عارف ايه جاب عادي ومش عارف فلان يقدر ياخد فلانه اللي في قصر، لا. هتلاقي في فروقات اجتماعيه، في فروقات في الفكر، فروقات في الثقافه. كل ده هيبني حواجز، هيبني حاجات مش هتعرف تتعامل معاها. حلو حلو. في ايه تاني برضو؟ هل عيلتك جاهزه لاستقبال حد؟ دي نقطه. هل عيلتك جاهزه مش هقول لك الشخص بعينه، دي نقطه تانية نتكلم فيها، بس هل عيلتك جاهزه لاستقبال حد اصلا؟ فاهم يعني؟ اصلا ممكن تكون في مشاكل في العيله، ممكن تلاقي مش عارف مشاحنات بقى، مش عارف ايه بتاع، الدنيا بايظه جوه العيله اصلا. فهو ده وقت مناسب مثلا انت تدخل حد في حد في المطلق، مش شرط حد اللي هو حد وحش او حد حلو، لا، حد في المطلق تدخله العيله. دي نقطه. النقطه الثانيه مثلا زي ما قلت لك، اهلك مثلا مقتنعين بالعيله دي، اهلك مقتنعين بالشخص ده او كده. طب هتقول لي يا عم انا اللي هتجوز، مش انت اللي هتتجوز، بس في الاخر معظم التعاملات هتحصل برضه مع العيله، لازم هتحصل مع العيله هنا ومع العيله مع العيله هنا. فان يحصل، فهو ده ما وصلت لك يعني ان هو مش هتعرف تتعاملوا مع العيلتين يعني. لازم العيلتين يكونوا قابلين الاشخاص اللي هتخش عليهم جداد دول. حلو حلو. طبعا برضو حته اللي هو اللي قلت لك اللي هو الجاب اللي بينكم دي، ممكن برضو تخلي فيه نقطه في الاهداف. يعني مثلا انت دلوقتي اختلاف الاهداف ده برضو حاجه قويه يعني. انت دلوقتي مثلا عايز والله تبقى مليونير، عايز تشتغل على نفسك لغايه ما توصل مش عارف ايه، بس في نفس الوقت عايز مثلا اللي معاك يبقى ست بيت، بس عايز مثلا انت واحده ست بيت. ما مش هقول لك ما يبقاش ليها طموحات، لا عادي على فكره، ست بيت دي ممكن يبقى ليها طموحات، ان هو عيله يبقوا كويسين، وعيله هيبقوا دكاتره ومهندسين ومش عارف ومليونيرات، عادي. ده يبقى طموحها، هو ده طموحها. هي طموحها عايزه تقعد في البيت وتتجوز. واحده تانية طموحها عايزه تبقى مليونيره هي كمان. ليه انت تبقى مليونير لوحدك؟ ولا ليه انت تشتغل وانا ما اشتغلش؟
دي الفكره. هل انت اصلا هتبقى راضي بالاهداف دي؟ هل في توافق في الاهداف؟ مش شرط توافق في الاهداف ان هو ان احنا الاثنين عايزين نفس الهدف، فاهمني؟ بس لا، ان احنا انت الهدف اللي انت عايزه هيتعارض مع الهدف بتاعي ولا لا. يعني مثلا انت عايز تسافر، والله هي بالنسبه لها هدف السفر ده مش عايزاه اصلا، فاهم قصدي؟ فالحته دي، النقطه دي مهمه برضو قبل الجواز خالص. انت لسه بتبدا وبتعرف الشخص اللي قدامك، فانت لازم تتكلم معاه في الحاجات دي. ايه اهدافه؟ والله ايه قيمه ومبادئه؟ تشوف برضو حته الفروقات اللي بينكم دي الشاسعه. الدنيا كل دي حته في النقطه الاجتماعيه اصلا ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها. حلو حلو. تعالى بقى نروح للنقطه النفسيه. حلو حلو. دلوقتي انت ممكن اصلا مش عايز تتجوز، او مثلا بتبقى تروح تخطب وترجع عند اخر لحظه، او مثلا الموضوع هيبقى يكمل وانت تيجي تفشكله او كده. ليه؟ انت ممكن خايف من المسؤوليه بتاعت الجواز دي، خايف من الالتزام، خايف من المسؤوليه بتاعت الجواز دي. لا، المسؤوليه كبيره ومش عارف ايه، وخايف من الالتزام مثلا. انت ما عندكش قدره مثلا على الالتزام في حياتك، او ما عندكش قدره على تحمل المسؤوليه بشكل كافي، فانت خايف منها. او ممكن اصلا انت عندك القدره بس انت خايف من الجواز بحد ذاته، ودي مشكله عندك ممكن تفشل برضو الجواز. برضو حاجه تانية، انت مثلا آم، مش ناضج كفايه من جواك. مش ناضج كفايه من جواك ازاي؟ انت مثلا طفل، يعني مش هقول لك طفل بالمعنى الحرفي، بس يعني مثلا عندك افعال طفوليه، او مثلا عندك افعال طفوليه، او مش ناضج، مش ناضج بالوعي ممكن مش ناضج وعي، مش شرط مثلا سن، مش ناضج وعي، فاهم؟ فده ممكن برضو ياثر على البتاع. هي تبقى واعيه وفاهمه ومش عارف ايه، وانت تبقى في البلاله كده، ده برضو مش هينفع. طيب ممكن نقول ايه تاني؟ آه ممكن انت اصلا تبقى خايف من الجواز بنفسه. يعني انا قلت لك خوف من مش عارف ايه، قلت لك خوف من الجواز، فاهم؟ ان انت خايف ان انت تتعقد من الجواز، خايف ان والله انت متعقد من الجواز، فاهم؟ ان هو مش عارف عندك امثله في عيلتك، او مثلا تجاربك السابقه مخليك عندك حاجز من الجواز كده، او خايف منه، اللي هو لا انا مش عايز اتجوز، انا مش عارف، خايف اطلق، مش عارف اعمل ايه، خاصه مثلا الناس حوالينا دلوقتي كلها بتطلق، فانا خايف اطلق، لا مش عارف ايه بتاع. فدي كل دي مشاكل دي لازم تحلها قبل ما تتجوز. طيب هنيجي للنقطه الثانيه، اللي هو كده خلصنا النقطه الاولانيه اللي هل انت فعلا جاهز للجواز. حلو. هنيجي تاني نقطه، هل انت فعلا عايز تتجوز؟ وليه عايز تتجوز؟ خلينا اسالك دلوقتي السؤال ده، هل انت فعلا عايز تتجوز؟ تقول لي انا مثلا هقول لك مثلا بعد اللي سمعته ده كله انت جاهز. حلو. انا عايز اتجوز. هقول لك طيب ليه عايز تتجوز؟ قول لي عادي عايز اتجوز، عايز اتجوز زي ما الناس بتتجوز، عايز اتجوز عادي. هقول لك انت قلت زي ما الناس بتتجوز، يعني انت شفت ناس حواليك بتتجوز فيلا نتجوز زيهم، او مثلا عيلتك ضغط عليك يلا اتجوز، انت وصلت لسن زي ما بيحصل مثلا، توصل لسن معين معاك الامكانيات المعينه، يلا اتجوز يلا اتجوز يلا اتجوز يلا اتجوز يلا اتجوز. فبيخليك توصل لمرحله ان انت خلاص بقى اي حد قدامك بتختاره، او اختيار مثلا مش مناسب ليك يلا عشان عايز تتجوز. او ممكن انت مثلا هربان من حاجه، هربان من عيلتك مثلا، والله بس ده ممكن في الحته دي عند البنات اكتر، مثلا عيلتها بتعاملها وحش، فتقوم يلا عايزين نتجوز، اي حد يجي فيلا نتجوز، فاهم قصدي؟ طيب آه، ايه تاني؟ بسم الله. اه انت برضو ممكن تبقى بتتجوز عشان مشكلات جواك انت. ازاي؟ يعني مثلا انت دلوقتي عندك خوف من الوحده، او انت حاسس ان انت وحيد، فيلا اتجوز. فانا والله انت ما حلتش مشكلتك، انت ازاي اديتها مسكن؟ زي ما تروح كده للدكتور مثلا في حالات عند الفيروسات، مفيش علاج للفيروسات عامه، فبيروح يديك ايه مثلا؟ علاج للاعراض، مسكنات، مش عارف ايه، اللي هو مثلا عندك رشح فيديك علاج للرشح، عندك مش عارف ايه، كحه يديك علاج للكحه، عندك صداع فيقوم يديك مسكن. بس لكن ما بيديلكش علاج للفيروسات، لان هي المناعه اللي بتتعامل معاها. ده نفس الكلام، انت جيت عندك احساس بالوحده، يلا انا هتجوز.
طب انت ما عالجتش الاحساس ده اصلا، ما عرفتش الاحساس ده جالك ليه، ما عرفتش المشكله ده سببها ايه اصلا. لا انت جيت اديت مسكن ان هو خلاص يلا اتجوز بسبب الوحده. طب هتقول لي طب ما عادي، ما ده الطبيعي ان هو مثلا انت حاسس بالوحده فيلا يلا اتجوز. اقول لك ماشي طبيعي، بس انت ممكن تبقى عشان حاسس بالوحده فيبقى الشخص ده خلاص بالنسبه لك هو المنقذ اللي جالك من الوحده، والشخص ده انت اصلا مش تبقى عايزه يبعد عنك. ليه؟ عشان خلاص هو انقذك من الوحده، هو بالنسبه لك السوبر هيرو، هو بالنسبه لك خلاص ده ملجأك من الوحده. فانت مثلا هو يجي مثلا يبقى هو وحش او تعامله وحش او كده، انت تفضل صابر وتفضل مكمل عشان بس خايف ان انت من الوحده. تمام تمام. ممكن ايه تاني برضو؟ ممكن ايه تاني برضو؟ زي ما قلت لك ممكن تبقى بتهرب من مشكله جواك انت مش عارفها، مشكله لسه ما اكتشفتهاش، مشكله هتبان بعد الجواز. فاهم حاجه من دي كلها ان انت تقعد مع نفسك، تعرف مشاكلك، تعرف انت بجد عايز ليه تتجوز، تسال الاسئله دي، انت ليه فعلا عايز تتجوز. تبقى تسال، تيجي من الاول خالص انت بتسال نفسك هل انا جاهز للجواز؟ طب ده الفلوس تمام، الاجتماعيا مفيش فروقات اجتماعيا بينا وتمام، وعيلتي قابله والدنيا تمام والدنيا كلها زي الفل. طيب نفسيا والله انا ما عنديش حاجات نفسيا، هي نفس الكلام مش عارف ايه. طب تمام تشيك. تيجي بقى عند النقطه الثانيه، انا عايز اتجوز والله انا مثلا هربان من المشكله، فلا ترجع تاخد خطوتين لورا كده وتشوف الدنيا ايه تاني، تقيم تحل المشكله. طب حليت المشكله، طب تشوف تاني، طب لقيت المشكله جديده كده. وفي الاخر انا بقول لك حاول ما تستقلش باللي انا قلته ده، لان اللي انا قلته ده والله العظيم مهم. وممكن انت اصلا لو عملت كده يعني اخدت اسقاط من اللي انا قلته ده على مثلا على جوازات حواليك ما كملتش، هتلاقي مثلا هتلاقي ايه مثلا دي، هتلاقي مثلا آه المشاكل حصلت بسبب كده، يمكن لا وعيا هي حصلت بسبب كده. حلو حلو. فما تستقلش باللي انا بقوله. وانا النهارده مش جاي اقول لك ما تتجوزش، بالعكس بقول لك اتجوز، واتجوز يا عم بدري. انا برشح للجواز بدري عادي. وانا لو كان عندي الامكانيه ان انا اتجوز بدري كنت اتجوزت بدري عادي. بس الفكره ان هو مثلا زي ما بقول لك كده، انت اسال نفسك هل انت جاهز للجواز؟ يعني انا مثلا انا كنت عايز اتجوز، بس انا لما جيت سالت نفسي هل انت جاهز للجواز؟ والله لا، لا جاهز ماديا ولا اجتماعيا ولا نفسيا. والنقطه الثانيه انا برضه عندي مشاكل. فما فيش اصلا، فاهم؟ بس زي ما بقول لك، انت اسال نفسك عايز تتجوز، قصدي جاهز للجواز. تمام. طيب عايز تتجوز ليه؟ ويا رب كده، يا رب كده تتجوز قريب ونتجوز كلنا قريب، ويرزقك ببنت الحلال ويرزقنا ببنت الحلال، ويوفقك في حياتك ويوفقنا في حياتنا. وبس. وكده وصلنا لاخر الفيديو. مش عارف الجو حر. وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، واكتب في الكومنتات ايه رايك في الفيديو، وتناقش معايا كده في الكومنتات، يعني ناقشني واناقشك والدنيا زي الفل. والسلام عليكم.